سنة 1953 لما كانت فكرة إنه تدخل المرأة لعالم السياسة مزعجة للبعض، ثريا الحافظ قررت إنه تترشح للبرلمان مرة واحدة. وقتها وقف في وجهها جمهور كبير، طبعاً مو لأنه برنامجها الانتخابي كان ضعيف، بس لأنها امرأة وقررت إنها تنافس، أو يمكن لأنه ما كان عندهم ثقة بقدرة المرأة على تحمل أعباء هذا الكرسي. ومع هيك أخذت حوالي 10,000 صوت بدمشق. ثريا ما دخلت البرلمان بوقتها، بس دخلت التاريخ كونها أول امرأة بتترشح للبرلمان في سوريا. بعام 1945 أسست ثريا دار كفالة الفتاة اللي بدأت أعمالها بكفالة 20 فتاة، بس لما تسكرت بلغ عدد طالباتها 400 طالبة. أما بعام 1946 ثريا الحافظ تعاونت مع زهراء العابد زوجة رئيس الجمهورية بوقتها، وأسست صالونها الأدبي حلقة الزهراء الأدبية، يلي صار يجمع كتير من الشخصيات الأدبية والسياسية، وكان مساحة حقيقية للنقاش والتأثير بهديك المرحلة. لما منقرأ مسيرة ثريا الحافظ نكتشف إنه مشاركة المرأة بالمجتمع والسياسة ما انها فكرة جديدة ولا موضة حديثة، والجدل حول دور المرأة من هداك الوقت كان موجود، ومع ذلك كان في نساء عم يشتغلوا ويتقدموا رغم كل هالاعتراضات. يمكن وقتها هدول النساء ما وصلوا للمكان اللي بدهم اياه، بس هن بالحقيقة جهزوا هذا الطريق إلنا نحن لنوصل للمكان اللي كانوا عم يحاربوا كرماله.